كنت بغيت ندير فيديو طويل ساعة تجيني مكالمة ولا شي حد يصوني حيت أنا في الدار بوحدي. المهم ما عرفتش فين خلينا في الفلوس. قلنا الفلوس حتى إلا بغينا نعطيوهم تنعطيوهم بطيب خاطر، يعني إلا صرفنا شي حاجة على والدينا كتعوض لينا بالدبل في الحياة وحتى في الآخرة، يعني كنصيبوا داك الشيء داك الجزاء اللي كنديرو كيخلصنا الله عندو، حيت كلشي كيتعوض إلا الوالدين إلا مشاو كما قلنا كلشي كيتعوض. ولكن فاش تفقد والديك واخا تكون عندك حتى 50 سنة، تكون عندك 60، تكون عندك حتى 70، كتحس براسك يتيم ومقطوع، خصوصا الا ما عندكش على من تكا كتحس براسك ناقص. كان واحد السيد جاري كان تيقول لي تكون عنده شي كدا و60 وعندو الاحفاد، قال لي ما عمري حسيت براس بالوحدانيه وحسيت بينه وانا بوحدي تفقت امي، عاد حسيت براسي رانا كبير. قلت له راك انت كبير ماشي زعما باقي صغير تنضحك معاه. قال لي لا، راه فاش تموت الام عاد كتحس بواحد الضعف بواحد النقص، ما جاش الله ودار الجنه تحت اقدام الامهات. والحمد لله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الام، امك ثم امك ثم امك ثم امك. المهم درنا المجهود اللي علينا، وانا عشت مع واحد المرحله صعيبه. تصوروا حتى فاش كنتفرج واحد المسلسل تيعجبني يعني حاولت نتلف شي حاجه وداخله في قصه في وحده جاها السرطان، وبقيت نبكي يعني بغيت نفوج. وجات هذيك القصه فكرتني بالمعاناه ديال الام ديالي. ولكن الحمد لله كما سمعنا الشيوخ كبار تيقولوا الامراض المستعصيه كيديو هما ليهم الجنه. نتمنى من الله يجعلها من اهل الجنه. نتمنى من الله نصيبكم معايا وتوقفوا معايا وتساعدوني تساندوني وتنصحوني، حيت انا ما صبرتش وحال بغيت ندخل في الاكتئاب وكيجيني نعاس مخيلات بزاف الهضور في راسي كندورهم علاش وكيفاش وما درت هكا ما درت هادي. واخا كانت امي كما كنت نقول لها كنت تنقول لها راه امي تقول لي عياو ليا يدي ورجلي ما بقيتش قادره نحركهم، تنقول لها امي انتي انا راه يديك ورجليك وعينيك وتتفرح، تقول لها هاد اليدين هادو غادي يشقاو عليك وغادي يهزوك، هاد الرجلين غادي يوقفوك. راه كون قادره نركبك ونتمشى بك برا نديرها. ولكن مسكينه واخا ضعفت وكبرات وعيات زعما وبقاو فيها مسكينه في الاخر على عطاها. فين ديك الام اللي كتشوفوا ممكن تراجعوا الفيديوهات الاولانيين راه تبان لكم ضعفت، ولكن مسكينه ثقيله بصعوبه باش تحركها في بلاصتها. كتقول لي واش انا ثقيله؟ تنقول لها لا امي انت خفيفه. الحمد لله على هذا الابتلاء اللي ابتلنا به الله والله. وتنقولوا حتى الموت راه سنة الحياة، على كلنا كاملين غنموتوا. ولكن الفرق صعيب وديال الوالدين أصعب. فاش تحط واحد الإنسان كتجمع فيه جميع الأحلام ديالك كيمشي كيكون صعيب. دابا أنا تقول اش باقي بغيت نتمنى من بعد ما تمي، اش باقي بغيت صافي داكشي كنتمناه مشى ليا. ولكن هذا راه تفكير خايب مصحيحش. ولكن انا الصبر عندي قليل، تنقول يا ربي تصبرني وتعطيني الصبر. كنت باقا في الحياه وكنت نتمنى الله وتنطلب الله يعطيني الصبر، حيت عارفه هاد النهار غادي يجي. تصوروا دابا باش نعاود نكمل هاد الفيديو مشيت شربت شويه الماء غسلت وجهي وحاولت نثبت راسي باش نكمل معكم بلا بكا وما كاينش نهار ما تنبكيش. اليوم بحال تقولوا البارح كملت شهر، كنحسب نهار على نهار تيتنساش ليا النهار اللي مات. ولكن كيجيني كل نهار بحال النهار الاولاني. كنت نشوف الناس صابرين وعائله وهذا، ولكن انا صراحه صعيب بزاف. واحد تيجبدها ليا تنبدا نبكي. باقي ما تعودش ديك البلاصه فاش نقول يا ربي دابا نيت وغلطت. باش نبغي نقول يا ربي ترحم امي تنقول يا ربي تشافي امي. مشات ليا مع الذاكره ديالتي في الدعاء في النوض نعس على صوتها نفيق على صوتها، يعني تثبت بها بزاف بحال واحد شي دري صغير. يعني كندير شي تصرفات اللي خاصني يعني ما نديرهمش، ولكن ممكن المعزه والمحبه اللي بيناتنا، حيت كنت اقرب الناس ليها وكانت اقرب الناس كانت تقولها لي مسكينه ديما وراضيه عليا الحمد لله. وحتى انا واخا زعما ما قصرش ديما تنقول لها امي سمحي لي وتنمشي للقبر وتنبدا نعاود ليها الشيء اللي كنت نعاود ليها الحوايج اللي كيفرحوني
والاغلب اللي كيفرحوني. انا من سنين والوالده عيانه ديما تندي لها غير الخبار الزوين من جهتي، وبعد مرات تنكذب باش نفرحها حيت عزيزه عليا. راه درت مثلا، راه بعت، راه خدمت، راه شريت، راه خديت، راه وتنشوفها فرحانه. وحتى دابا فاش نمشي عندها واخا تنقول راه واخا مات تنقول راه تسمعني. 3 سنين تنكون بوحدي تنبدا نعاود لها امي ما خاصنيش، امي انا بخير، امي اسمحي لي انا ما صبرتش. حيت قال لك واخا ماتوا راه تيعرفوا الاولاد ديالهم كي تيعيشوا تيعرفوا واش نساو هما صابرين، واش تيصدقوا عليهم، واش كلشي تيوصلهم. تنقول لها سمحي لي، انت في قلبي وانت معايا فين ما مشيت، واخا متي لكن في قلبي، وسمحي لي الا تنبكي عليك، ولكن راه ما خاصني حتى حاجه، خاصني انت. ولكن الله بغاك داك. نتمنى كاع اللي عندو والديه يطلع فيهم، في باه في امو، يكبروا ويهزوه، ما يعيش منهم، ما يمننش عليهم، ما يتقلقش منهم. حنا تنتقلقوا تنتعصبوا، ولكن نحاولوا لاقصى درجه ما نقلقوه، ماشي يوليو بحال الدراري صغار اللي باقيين عندو والديه الله يخليه ليهم، واللي ماتوا الله يرحمهم. الله يرحم الامه الاسلاميه كامله، نساء ورجالا. ونتمنى يكون التواصل بيناتنا دائما، وتبقى هاد القناه تكون يوميات نشارك معكم كل شيء فيها، زوينه والخايبه. ونتمنى تكون حتى الزوينه كثير، علاش لا ننساو شويه المشاكل، ننساو شويه الهموم، ويعطينا الله الصبر والقوه. وفاش ندير قناه الاخرين ان شاء الله غادي نرمي لكم الرابط هنا، تنتمنى ديما تكونوا معايا فيه. شكرا حيت نتوما بقيتوا معايا حتى لهنا، وتنتمنى دعواتكم الوالده بالصبر بالرحمه، وليا بالصبر. دعوا اقصى درجه. امكم حبيبه الله يرحمها ويوسع عليها بالاسم ديالها، وجزاكم الله خيرا. وشكرا لكم، وتحياتي لكم اجمعين، والله يصبحكم على خير وعواشر مباركه. وحاولوا تستغلوا هاد العواشر الاواخر، 10 الايام الاواخر يكون فيها الدعاء مستجاب وكل شيء مضوبل، الحسنات وكل شيء، ونصلي ونديروا الذكر، نتقربوا الله اكثر، نتقربوا من بعضياتنا اكثر. والله يهدي ما خلق، والله يبعد علينا شر الخلق، الله يهديه علينا. ونتمنى وان شاء الله نكونوا في المستوى معكم. وتحياتي لكم اجمعين فين ما كنتوا، وما كرهش نشوف التعاليق ديالكم مواساة ليا والدعاء للوالده ديالتي. اعناكم الله. الفيديو كنسجلو دابا في الليل، وصلكم بالليل نقول لكم صبحوا على خير، وصلكم بالنهار نقولوا نهار مبروك. تحياتي لكم اجمعين، وتسناو مني فيديو اخر باش ناخذ فيه شي اقتراحات ديالكم ونشاور معكم فيه في شي حوايج. باي باي، مع السلامه.